مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تركيله في الويب، البرنامج اللي كتشوفوا فيه اخر الاخبار اللي دارت البوز في الاسبوع. اول خبر معنا هو ديال واحد الفيديو اللي كانت دارت الجدل بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. كانت عباره على روبورتاج اللي تم البث ديالو في القناه الثانيه للمغنيه دنيا باطمه مع الاسره الصغيره ديالها، كتحكي فيه تفاصيل عيشها مع وليدات الزوج ديالها محمد ترك. الام ديالو اللي هي عدوز دنيا باطمه صرحت واحد التصريح خطير في واحد المجله معروفه عربيه، وقالت على ان داكشي كامل اللي جا في الروبورتاج عباره على تزوير ديال الحقائق ومجرد تمثيل، خصوصا معاملتها مع حفيده، وانها كتعيش مشاكل وخلافات مع الزوج ديالها عكس ما بان في الروبورتاج. كبار الشعبيات تلقاو بالثلاث في سلسله الكوب اللي تعودوا المغاربه يشوفوها في رمضان على القناه الثانيه. هذه المره دنيا بوطازوت غادا تغيب على الجزء الثالث من السلسله اللي كانت على مر جوج ديال المواسم، والبطله ديالها رفقه حسن الفد. هذه المره غادي يقوم بالبطوله مع حسن الفد هيثم مفتاح في دور الحبيب تحت عنوان الحبيب اوكبور. للاشاره المشكل اللي كان وقع لدنيا بوطازوت مع خوله ما عنده حتى شي علاقه بالغياب ديالها في السلسله، عكس ما تداولت بزاف ديال الجرائد الالكترونيه وقالت ان هذا هو سبب الغياب ديالها. اخيرا المحكمه حكمت في قضيه ناطحه دنيا بوطازوت خوله اللي شغلت قضيتها الراي العام لمده اسابيع. المحكمه حكمت عليها بشهر سورسي قابل للطعن مع غرامه ماليه قيمتها 500 درهم. بزاف ديال الناس ما عجبهمش شكل لوغو جديد ديال انستغرام، جاهم بسيط وقالوا عليه انه لوغو ديال شي واحد اماتور ما عنده حتى شي علاقه بالشكل الاول اللي كان حسن بزاف. شركه انستغرام قالت على ان الشكل الجديد ديال التطبيق ديالها غيساعد الناس على التركيز على الصور والفيديو، وان التصميم كيساير القصص اللي كتحكي على التطبيق. وصلنا لنهايه الحلقه، نتمنى انها تكون عجباتكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا باش توصلوا بالجديد، وتشوفوا لاباج وتزوروا الموقع ديالنا توب تي في. نخليكم دابا مع لي فيديو اللي تشوفوا بزاف sur انترنت في هذا الاسبوع. نتلاقاو السيمانه الجايه. سلام.